بدأ المعمل سنة 1989 تحت اسم مركز القاهرة للتحاليل الطبية بشارع طلعت حرب وسط القاهرة، ثم انتقل مقر المعمل سنة 1995 إلى عمارة ستراند بباب اللوق تحت اسم معمل الدكتور طارق علي حسن للتحاليل الطبية، وسمي في بداية 2010 باسم طارق لاب، معمل الدكتور طارق علي حسن. دكتور طارق علي حسن أستاذ التحاليل الطبية جامعة الأزهر، دكتوراه وماجستير التحاليل الطبية، بكالوريوس طب وجراحة جامعة الأزهر. احنا البداية بتاعتنا كانت سنة 89 بعد الحصول على الدكتوراه. ابتدأنا تحت اسم مركز القاهرة للتحاليل الطبية والكيميائية بالمشاركة مع الدكتور البرديسي في 32 شارع طلعت حرب. ثم انتقلت إلى عمارة ستراند سنة حوالي 95 تحت اسم معامل الدكتور طارق علي حسن. البداية بتاعتنا كانت الهدف مني ان انا اقوم بعمل التحاليل الروتينية والنادرة بأدق الأجهزة وأحسن الكيماويات المعتمدة من ال FDA. تم افتتاح الفرع الأول للمعمل عام 1997 بالقطامية 10 مساكن النيل عمارة المحمودية. ثم أنشئ الفرع الثاني عام 2005 بروكسي 60 شارع الخليفة المأمون كوين سنتر. ثم أضيف الفرع الثالث عام 2007 بمدينة نصر 26 شارع علي أمين امتداد مصطفى النحاس. أيضا لنا فرع في أسوان، وسنقوم بتغطية محافظات إن شاء الله الإسماعيلية وفي المستقبل القريب بإذن الله. يقوم المعمل بمعظم التحاليل الطبية النادرة، ويتميز بين معامل مصر بتحاليل الهرمونات والفيروسات، مما جعله معمل مرجعي للكثير من المعامل الخاصة حتى المشهور منها. والتخصص بتاعنا في الهرمونات والفيروسات الكبدية. يتم استقبال المريض ويتم تسجيل التحاليل المطلوبة، حيث يتم سحب العينات من المرضى عن طريق أطباء متخصصون، ويتم وضعها في أنابيب معتمدة من ال FDA. كما يوجد قسم خاص لسحب العينات من الأطفال حتى حديث الولادة منهم، ثم فصل العينات ويتم إدخالها بعد ذلك فوراً على الأجهزة الأوتوماتيكية الحديثة لعمل التحاليل المطلوبة تحت إشراف أطباء التحاليل المتخصصين. ثم ترسل النتائج فور ظهورها ليتم مراجعتها بواسطة الأطباء، وعند الشك في أي نتيجة يتم إعادتها فوراً للتأكد من صحتها، وبعد ذلك يتم تسجيلها وطباعتها ثم تراجع بواسطة الأطباء المتخصصين. يحتوي المعمل على وحدة الهرمونات والفيروسات. تحتوي هذه الوحدة على جهاز أركيتكت SR 2000 لعمل تحاليل الهرمونات والفيروسات، جهاز الأكسيوم لعمل تحاليل الفيروسات والعقاقير الطبية والمخدرات والفيتامينات مثل الB12 وفوليك، جهاز إميولايت من سيمنز لعمل تحاليل الهرمونات النادرة التي لا تجرى على الأجهزة السابقة. وحدة الكيمياء، وتحتوي وحدة الكيمياء على جهاز أركيتكت C8000 من أبوت لعمل معظم التحاليل الكيميائية بدقة. جهاز فيتروس
من جونسون أند جونسون لعمل التحاليل الكيميائية النادرة التي لا تجرى على جهاز الأركيتكت. وحدة الإيلايزا، وهي تختص بعمل التحاليل الفيروسية والمناعية والهرمونات النادرة التي لا تجرى على الأجهزة الأوتوماتيكية. وحدة الهيماتولوجي أو أمراض الدم، وتحتوي على جهاز سيل دايون من أبوت، جهاز أدفيا من سيمنز لعمل صور الدم بدقة كاملة، جهاز ستاجو الأوتوماتيك لعمل البروثرومبين وعوامل التجلط المختلفة. وحدة التهريب الكهربائي أو إلكتروفوريسيس لفصل مكونات الدم. وحدة الهيموجلوبين السكري A1C، وتحتوي على جهاز D10 بايوراد، وهو يعتبر أدق الأجهزة في العالم لتقدير نسبة الهيموجلوبين السكري في الدم. وحدة النفليومتري لتقدير بروتينات الدم المختلفة بدقة متناهية. وحدة أبحاث البول، تحتوي هذه الوحدة على جهاز أوتوماتيك لتحاليل البول. وحدة الPCR، وتحتوي على أحدث جهاز لعمل الPCR بتقنية ريل تايم، وهي تعطي نتائج دقيقة وسريعة للمريض. وحدة الIF أو المناعة، ويتعامل معمل طارق لاب مع العديد من الأطباء المشهورين والمستشفيات المعروفة. ودائما نحن نتطلع لأن نكون في خدمة المريض وبإعطائه أدق التحاليل، أسرع النتائج، وأرخص الأسعار. للاتصال بأفرع المعمل المختلفة 19 0 56.